انا مش عارف اقول ايه. انا مش عارف اقول ايه، اقسم بالله، ولا اتكلم ولا ابدا بايه. انا مبسوط. انا مبسوط بمنتخب مصر، انا مبسوط بالاداء وبالكوره اللي انا بشوفها. انا يا جدعان يا جدعان، انا بقيت بحب قوي حب الكابتن حسام ده، بقيت بحب الحب دي قوي، بقيت بحب الاداء. بقيت مبسوط ومش عايز منكم حاجه تانية، مش عايز منكم غير ان انتوا تنزلوا وشكوا في الملعب. انا بقالي كتير قوي من ايام كروش، وحتى من ايام كروش احنا ما كناش بنلعب بالمستوى ده. بقيت بتفرج على المنتخب، وبقيت وحشني المنتخب، بقيت متحمس ان اتفرج على المنتخب واشوف المنتخب وهو بيلعب، بقيت مشتاق ليهم كده، عارف اللي هو يا اخيرا هيجي التوقف الدولي عشان اتفرج على المنتخب بجد. بعد ما كان الواحد دي ايام التوقف الدولي ده يجي يتفرج على المنتخب اللي هو استغفر الله العظيم يا رب، عايزين نعدي الكام يوم دول بالحب وخلاص، ويبقى توقف دولي يسد نفسه وبنلعب كوره وتقرف حتى لو كنا بنكسب. انما انا دلوقتي بلعب قدام السعوديه بكسب 4-0 اداء وروح وقوه. بلعب قدام اسبانيا، الفريق بقاله 28 ماتش ما بيخسرش، الفريق المصنف مش عارف التالت على العالم ولا الكام، الفريق المرشح من ابرز 3 مرشحين لكاس العالم، الفريق اللي عنده كل مواهب العالم. بتعادل معاه، بعمل عليه ماتش، بلعب كوره. الشوط الاول انا كنت ندي قوي جدا مع اسبانيا، وبالرغم من ان انا مش بالسكواد الكامل بتاعي لسه، انا كل ده بلعبهم وانا غايب من عندي صلاح، اللعيبه لسه مش في الفورمه، وكنتش بلعب بهيثم حسن لسه كمان مش مسخن الدنيا معاهم، انا بلاعبهم كده بالحب وخلاص. لامين يامال بتاعهم ده فتوه خده في جيبه حرفيا. ايه ده ابدا بيه ولا ابدا؟ انا اول حاجه كابتن حسام. انا السبب في اللي انا بشوفه ده كله هو كابتن حسام، والراجل اللي وصلنا للمرحله دي، الراجل اللي وصلنا لمرحله انه انا مطمن مع المنتخب. ما اكدبش عليك، في ماتش السعوديه لما اتفرجت على الماتش قلت يعني ممكن تكون طفره وبتاع، بس كنت بحس وبتفرج في لمسه مختلفه، مع ان احنا لسه يعني بقالنا شهرين بس كنا بنلعب في افريقيا ولا 3 شهور، ما كنتش بشوف طريقه اللعبه دي. فالراجل ده اتجمع مع اللعبه دي امتى وطبق الاسلوب ده امتى وبداوا يلعبوا بالطريقه دي امتى؟ انا مش عارف الحقيقه. انا الحقيقه مش عارف. بس الراجل من ساعه ماتش السعوديه شايف ان في خطه واضحه، بنلعب على الهادي، خد الكرة سلم سلم. جو بقى التطويح، كل ما تيجي الكرة اللعيب طوح هات بره، طوح ونرجع بقى ندافع، تيجي الكرة طوح وارجع دافع، طوح وارجع دافع. بقاش في منه الكلام ده. الكرة بتيجي اللعيب بتاعنا بياخد الكرة يستلم، يسلم لاقرب واحد جنبه، اللي جنبه يبقى عامل اسكان على الملعب كله، فبيروح مسلم للي جنبه، يسلم سلم، اطلع من تحت الضغط، العب كرة سلسة. بقينا بني ادمين، بقينا بني ادمين. ده اللي انا عايز اشوفه، ده اللي انا مبسوط بيه. طب حلنا حلو قدام السعوديه، والسعوديه ما كانش في حياتها، والسعوديه برضو مش البعبع، وخدنا طرد من 2018 لان كان الموضوع ده حاسس في نفسيتي قوي، وكسبناهم 4-0. جميل قوي الكلام ده. خش على اسبانيا. اسبانيا قبل الماتش ده احنا كل المصريين، انا يا عم لا عايزك تكسب ولا عايزك تمسك لي اسبانيا، انت لو خسرت 50-0 بس شفت منك نفس الاداء اللي قدام السعوديه، ان عندك خطه واضحه، عندك فكره واضحه، عندك اسلوب عايز تطبقه، فانا معاك. وقد كان. هو ده اللي احنا لقيناه النهارده. لقينا الاسلوب، الفكره، الخطه، الراجل نازل عارف هو بيعمل ايه، بعد عن الوسايط والمجاولات. اوفا شوبير في الجون، الراجل احق، الراجل قدر، والراجل اثبت النهارده ان هو يستاهل يبقى هو حارس مصر الاول في كل الماتشات وفي كاس العالم كمان. خلاص يعني ما فيهاش كلام. قلب الدفاع معاك ياسر ابراهيم، رجوله رجوله رجوله. حمدي فتحي عاجبني قوي في قلب الدفاع، برغم من الطرد عاجبني قوي. انا عارف ان هو عنيف وهو عمال يشتم في ناس والكاميرات جابته، هو حمدي فتحي خلقه في مناخيره، لما بيلعب دايما في الادوار المتاخره دي خلقه بيبقى في مناخيره. مع ان حمدي فتحي لو لعب لنا كاس 8 او لعب، افتكر فتره كده لو كانت مع موسيماني او فايلر، كان بيلعب تحت المهاجم ويدخل يضم ويحط جوان براسه، كان حلو قوي. الراجل فعلا عنده كوره، بس هو لما بيلعب في الدفاع احنا عارفين ان هو بيبقى خلقه هنا، خلقه في مناخيره. المهم الراجل لعب حلو كل حاجه برغم الطرد. محمد هاني الله اكبر، الله اكبر على محمد هاني الناشئ، يعني 30 سنه راجل ناشئ زي الفل. من احسن لعيبه الاهلي الموسم ده هجوميا دفاعيا زي الفل، وفي المنتخب من احسن لعيبه المنتخب هجوميا ودفاعيا زي الفل. اثبت كده في افريقيا وبيثبت كده في الماتشين دول. محمد هاني اندر ريتد جدا الموسم ده، وراجل عامل فعلا موسم قوي جدا. ندخل بقى ايه على الناحيه الشمال. فتوح اللي لامين يامال ومش عارف ايه، ده هو اللي مرقص لامين يامال. لامين يامال ما عرفش مرقصه، لا هو مرقص لامين يامال وعدى منه وسوح لامين يامال مرتين كمان. انت متخيل الراجل في ليفل عالي جدا جدا. فتوح ده هو فعلا الواد ده لو يخلي عقليته تفضل كويسه كده ويبقى ملتزم كده، فتوح ده هيبقى في حته تانيه. بس ما نشوف. نص ملعب مروان عطيه ومهند لاشين، ومهند لاشين فعلا لا الراجل ده يستاهل يبقى في المنتخب، وراجل يستاهل يلعب اساسي. ابراهيم رودري ده ولا ايه؟ هم عندهم رودري ما كانش بيلعب حلو، فقام مهند لاشين قال له انا هوريكم رودري الاصل. انا هوريكم رودري الاصل. رودري الاصل اسمه مهند لاشين، ما اسموش رودري اصلا. المهم زي الفل مهند لاشين والدنيا حلوه.
في الهجوم عندك امام عاشور الله ينور، اسلام عيسى اللعيب اللي محدش كان عايزه يلعب، الراجل زي الفل، زيزو موجود، مرموش، مرموش وما ادراك مرموش. الكوره اللي جت في القائم دي مضايقاني قوي، مضايقاني قوي. الواد امام راح وحاولوا قام اداها له كده في وسط كام واحد، مرموش خدها عافيه وكان بيتضرب وراح خدها وقام رزع صاروخ، رزع صاروخ مرموش. عالمي عالمي عالمي. فيا ريت نفضل بالاسلوب ده، يا ريت نفضل بالمستوى ده. ولسه عندنا ماتش قدام البرازيل يوم 7/6. ف ليه لا، ليه لا ما نعرفش نعمل حاجه؟ ليه لا ما نعرفش نقدم كرة كويسه؟ اهم حاجه عندي الكرة بتاعتنا دي تفضل زي ما هي مكمله، تفضل زي ما هي مكمله. ننزل الشوط الثاني، هيثم حسن راجل كويس، حسام حسن لو فضلنا نتكلم فيه ونشكر فيه من هنا لسه جاي مش هنخلص. بس احنا الراجل ده حابين الحقبه بتاعته، عايزينه يكمل، عايزين نفضل شايفينه، عايزين نفضل الراجل ده شايفينه، باين فعلا ان الراجل ده بيتعب، باين انه بيفكر. حسام حسن انا بصراحه ما كنتش مقتنع بيه يجي من تدريب المنتخب، كنت حاسه ضعيف تكتيكيا وفنيا. هو راجل جاي شخصيه بس لا، الراجل اثبت لي ان هو مش ضعيف تكتيكيا، مش ضعيف فنيا. الراجل فعلا عنده فكره واضحه، عنده اسلوب عايز يطبقه، عنده فعلا بيلعب كل ماتش بماتش، الماتش صعب. انا حتى الماتشين اللي فاتوا دول اسبانيا والسعوديه حاسه بقى عايز يفرض هويه للمنتخب، احنا يبقى لنا هويه بقى محترمه، بنلعب كره زي البلد مين، جو الكره علينا ان احنا ننزعها دي عادي، ارميها لا فكك منها. نلعب يا عم كره على الارض حتى لو غلطنا، معانا حارس على الاقل اسمه مصطفى شوبير بيعرف يلعب برجليه شويه. مع احترامنا للشناوي، الشناوي ما بيعرفش يلعب برجليه كويس، لا مصطفى شوبير بيعرف يلعب برجليه وراجل بيأدي كويس برجليه. عندك في قلوب الدفاع الناس واحده واحده في تطور، في حاجه انا حاسسها بتحصل كويسه. ويا سلام بقى لو قطاع الناشئين في مصر والناس اللي بتبقى مهتمه بالناشئين وكده وبتتابع يركزوا بقى شويه ويتقوا ربنا في شغلهم عشان نطلع لعيبه كويسه. عندك الناس الكشافين الاسبانيين كانوا موجودين النهارده، ومصطفى شوبير شال لنا بتاع 5 كور، الراجل ده يستاهل يلعب في اتلتيكو مدريد مثلا، يستاهل يلعب في ريال بيتيس، يستاهل يلعب في ريال سوسيداد. لا الراجل يستاهل يلعب في من اعلى فرق اوروبا يعني. ده لو حب يقعد في الاهلي، لو حب يقعد في الاهلي دي بجد هتبقى جميله ليه، تبقى جميله علينا ان الراجل ده رضي يقعد في الاهلي برغم من المستوى اللي هو فيه، برغم العروض اللي هتجيله اكيد، بالذات بعد كاس العالم. فلا يعني الراجل ده لو قعد يبقى حب في الكيان، والراجل ده احنا هنشيلها له جميله طول العمر. مصطفى شوبير لعيب تقيل وحلو جدا، اللعبه كلها مجمل كويسه. حسام حسن مبسوطين بيه، مبسوطين باللي بيحصل. بس اهم حاجه واهم نقطه، انا مش عارف صلاح، استنى بس قبل حاجه، انا مش عارف صلاح لما يرجع احنا نبقى حلوين ولا لا بصراحه يعني. كابتن مو عدي كاس العالم وهنشوف الدنيا يعني، يا رب ترجع بس كده في ماتش البرازيل نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي بالتكتيك اللي الراجل ده حاطه بالاسلوب. هنشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. فيعني مصلحه المنتخب اهم، مع احترامي ليك يا صلاح، مصلحه المنتخب اهم، مصلحه المنتخب اهم. بس اهم حاجه، اهم حاجه، اهم حاجه، مش عايزين نطلع باللعيبه بتاعتنا سابع ساعه. عملوا ماتش كويس، عملوا ماتش تاني كويس، مش مقياس ان انا خلاص بقى انتوا كده قفلتوا اللعبه، انتوا كده مش عايزين منكم حاجه. لا انا لسه عايز اشوف تطور اكتر، عايز اشوف لعبه احسن، عايز اشوف بنوصل لليفل المغرب ونعدي كمان الليفل اللي كان وصل له المغرب في 2022 ولحد دلوقتي. عايز اشوف ان احنا بنوصل في ليفلات عاليه. عايز معلش بعد يعني الاعب السنغال ابقى انا اللي حاطط على السنغال، مش السنغال تبقى حاطه عليا في 3 4 ماتشات. لا انا عايز يبقى عندي فعلا هويه، عايز اتطور واتطور وطار، عايز الآلية بتاعت اللعيب تبقى اقوى، اتطور، ما الضغوطات ما تفرقليش. النهارده انت كنت بتلعب على ملعب اسبانيول في اسبانيا، برشلونه وريال مدريد بيعانوا على الملعب ده، وانت وقفت على رجليك، الجمهور صفر عليك في الملعب وانت واقف على رجليك، لعبت ب 10 لعيبه قدام اسبانيا على في ملاعب اسبانيا في قلب اسبانيا وواقف على رجليك. فهو ده اللي انا عايزه، هي دي القوه، هي دي الشخصيه اللي احنا عايزينها. اهم حاجه ما نطلعش باللعيبه 7 سنة، عملوا ماتش كويس خلاص، النهارده عملوا ماتش كويس كل حاجه هنفرح بيهم ونحتفل بيهم. بكره انا عايز اشوفك بتتمرن، عايز اشوفك مركز، عايز اشوفك بتطور من نفسك وتعمل حاجه، لان احنا لسه احنا بعيد قوي عن الكره العاليه، احنا بعيد قوي عن الكره المتقدمه لسه. عايزين نقدم احسن من كده واحسن من عندنا. بس النهارده حقك تفرح وحقنا نفرح بيك ونفتخر بيك. ان انا زي ما قلت لك انا ما كنتش مستني منك انك تعمل ماتش واو، ولا مستني منك انك تكسب لي لاسبانيا. انا كنت عايز اشوف منك شكل واضح، بس انت فاجئتني وعملت ماتش واو وفضلت بنفس اسلوبك، وفي تطور كمان في اسلوبك قدام منتخب رخم ومنتخب صعب. فده تمام تمام، انا ما كنتش مستني منك مكسب، بس ان انت ما تطلعش خسران ده في حد ذاته انجاز برضو ليك، ب 10 لعيبه على ملاعب اسبانيا، فحاجه تحسب ليك. وان شاء الله اللي جاي خير والفتره دي تعدي على خير، وهاتوا لنا كاس العالم بقى، هاتوا لنا كاس العالم واحنا في الفورمه كده، يمكن نوصل نص نهائي ولا حاجه ونعمل حاجه. بس اشوف الدنيا. اهم حاجه منتخب مصر التيشيرت بتاعهم عاجبني قوي، تيشيرت منتخب مصر عاجبني قوي، انا بقالي فتره كبيره قوي اول مره تيشيرت منتخب مصر يعجبني. اللون الاحمر كده مع الذهبي كده بتاع الارقام مع شويه المناقيش كده مع الاسود في الابيض، منتخب فعلا. وتيشيرت باين انه محترم. وكاس العالم ده فيه شويه تيشيرتات طرش طرش، هنبقى نعمل لنا كده فيديو صغير شورتس كده
قبل كاس العالم نتكلم عن التيشيرتات وكده، لان في كذا تيشيرت طرش في امانه عايزين نلغي فيهم. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. سلام عليكم.